بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان هذه الحلقة: أخطر عبارة في الرسالة الجامعية. هل هناك أخطر عبارة في الرسالة الجامعية؟ سأقول لك ما هي. إعداد الطالب فلان أو إعداد الطالبة فلان. ما معنى هذا؟ معناه ببساطة: هل أنت موجود في الرسالة أم لا؟ هل قمت بالترجمة والقص واللصق؟ وبعد هذا توهمت أنك أعددت رسالة ماجستير أو دكتوراه؟ أين أنت؟ أليست هذه رسالتك؟ وضعت اسمك على الغلاف؟ إعداد. دعك من المشرف. المشرف يوجه لكن لا يضمن أن يكون الطالب باحثا ممتازا. هذه حقيقة مؤكدة. إعداد الطالب من أين أنت؟ هل كنت رأيا؟ هل أتيت بفكرة جديدة؟ هل في كل صفحة شخصيتك موجودة؟ أم أنك رصدت وبعد هذا قلت السلام عليكم؟ بل السلام عليكم كمان لا تقولها، ستقولها هاي باي. شيء غريب للغاية. إذا فأنت مطالب حيث أنك وضعت اسمك على غلاف الرسالة أن تتواجد في كل صفحة. وفكرة أن تمسك العصا من الوسط لا يصلح مع كتابة التاريخ. قل رأيك، ناقش، حلل، انقد. هذا هو الصواب. كيف تضع اسمك على غلاف الرسالة وفي الداخل نجد أسماء الآخرين؟ معنى هذا ابن الأسير الذي توفي 2031 المؤرخ العملاق انتصر عليك وأنت 2025 غير موجود. إذا فهذا الاسم يعني أنك تتواجد في الرسالة، ليس بصورة مفتعلة، إنما لك رأيك، لك تصوراتك. هذه نقطة رئيسية. ففعلا أخطر عبارة في الرسالة. شكرا جزيلا.